بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أبنائي وبناتي تالتة إعدادي. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض درس الرعي والثروة الحيوانية والسمكية في العالم، وده الدرس التاني في الجغرافيا لمادة الدراسات في الترم التاني. أول حاجة هناخدها من عنوان الدرس كلمة الرعي. الرعي أصلا معناه إيه؟ معناه هو تربية الحيوانات، وعشان نربي الحيوانات اللي هي مثلا الغنم والأبقار أو الحيوانات اللي بيتغذى عليها الإنسان محتاج نباتات. فعندي أنواع من النباتات اللي هي الحشائش اللي بيتغذى عليها هذه الحيوانات عشان أعرف أربيها. زي عندي في حشائش قصيرة، والحشائش القصيرة دي تسمى الاستبس، وفي عندي حشائش طويلة. الحشائش الطويلة هي السافانا. يبقى لما يقول لي حشائش قصيرة تقول له اللي هي الاستبس، وحشائش طويلة اللي هي ايه؟ السافانا. يبقى احنا عرفنا نوعين من الحشائش بتتربى عليها ايه؟ الحيوانات. وعندي نوعين من الرعي، في عندي الرعي البدائي والرعي التجاري، وده شبيه برضو بدرس اللي هو الزراعة اللي خدناه الفيديو اللي فات، لما برضو قلنا ان في عندنا زراعة بدائية اللي هي البسيطة، وعندنا زراعة اللي هي التجارية العلمية. برضو نفس الشيء في الدرس ده، اللي هو الرعي البدائي ده التقليدي، وفي الرعي التجاري. عندي الرعي البدائي ده المناطق الصحراوية هم اللي بيقوموا بعملية الرعي البدائي التقليدي، ولأنهم عندهم مساحات واسعة، عندهم برضو مساحات واسعة، ومعظم قارات العالم فيها مساحات واسعة. وبينقسم الرعي البدائي في 3 صحاري، اللي هم الصحاري الحارة، وفي الصحاري المعتدلة، وفي صحاري التندر. نمسك بقى الصحاري الحارة، دي موجودة فين؟ في شبه الجزيرة العربية وبادية الشام بآسيا، وموجودة كمان في شمال أفريقيا. يبقى الصحاري الحارة شبه الجزيرة العربية وبادية الشام بآسيا وشمال أفريقيا. أما الصحاري اللي هي المعتدلة موجودة في دول وسط آسيا. وتالت صحاري معانا اللي هي صحاري التندرا الباردة، دي موجودة في آسيا وأوروبا، وبيرعى فيها حيوان الرنة. وابتدى يقل عدد القائمين على حرفة الرعي البدائي في شبه الجزيرة العربية وبادية الشام، وذلك إن الدول اللي موجودة في المنطقة دي ابتدت تسكن وتوطن البدو في أماكن جديدة ومدن جديدة بدل التنقل في الصحراء. كمان اكتشاف البترول خلاهم يمتهنوا مهن جديدة، واكتشافهم للبترول احتاج عمالة كتيرة، عشان كده قل العدد في الرعي. برضو دول وسط آسيا الرعاة فيها ابتدوا يقلوا، وده بسبب برضو اتجاههم للتعليم وممارستهم لأنشطة أخرى زي النشاط الصناعي. والنوع التاني من الرعي اللي هو الرعي التجاري، وده بيعتمد على الأساليب العلمية الحديثة عشان ينتجوا منها الألبان واللحوم. والحيوانات دي بترعى في مزارع خاصة دون الاختلاط بحيوانات أخرى، وبيرعوا فيها نوع واحد من الحيوانات، وبيمارس في مناطق حشائش الاستبس والسافانا بقارات العالم. وبيسود الرعي التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية بأمريكا الشمالية. ليه؟ على أساس إن الولايات المتحدة فيها مناطق الحشائش القصيرة اللي هي الاستبس، ودي تعرف بالبراري. وموجود برضو في الأرجنتين بأمريكا الجنوبية، وموجود في استراليا. نيجي بقى للجزء التاني اللي هو الموارد الحيوانية في العالم. الإنسان بيعتمد على غذائه على الأبقار، على الأغنام، دي من الحيوانات. وبيعتمد برضو في غذائه على الدواجن اللي هي الفراخ، بيعتمد على الأسماك. فالمصادر الحيوانية كتيرة. فهنمسك أول حاجة اللي هي الثروة الحيوانية. الثروة الحيوانية هي مصدر رئيسي لإنتاج اللحوم والألبان. يعني أنا عندي حيوانات باقدر إن أنا آخُد منها اللحوم وآخُد منها الألبان، ده بجانب كمان إن أنا أقدر آخُد منها الجلود والصوف وغيرها. فأنا عندي نوعين من الثروة الحيوانية اللي هم الأبقار والأغنام. يبقى لمّا ييجي تتكلم عن الثروة الحيوانية هتتكلم فيها عن نوعين اللي هم الأبقار والأغنام. الأبقار دي مصدر رئيسي للحوم الحمرا لغالبية سكان العالم،
وبتدخل منها لما بيتوفر يعني منها بعد ما يكفوا السكان المحليين اللي هم أهل المكان أو سكان البلد، وأما بيتوفر زيادة بيبتدوا يصدروه ويتاجروا فيه اللي هي التجارة الدولية. أهم القارات والدول اللي بتربي الأبقار مين؟ قال لي آسيا أولى قارات العالم. آسيا هي أولى قارات العالم في تربية الأبقار، وأهم دولة فيها الهند. وعندي قارة تانية اللي هي أمريكا الجنوبية، ودي تاني قارات العالم في تربية الأبقار. الجزئية التانية اللي هي الأغنام، قال لي دي بتتربى عشان لحومها وأصوافها. والدول المشهورة بيها اللي هي الصين، ودي أولى دول العالم، والهند، وعندنا استراليا. وفي معلومة هنا، بالرغم من إن الصين هي أولى دول العالم في تربية الأغنام، إلا إن استراليا هي الأولى في إنتاج الصوف. يعني الصين ممكن تربي خرفان كتير، لكن ما بتطلعش صوف أكتر. إنما استراليا الخرفان عندها كمية الصوف فيها غزيرة. عشان كده بالرغم من إن الصين عندها عدد كبير من الأغنام، لكن ما بتطلعش كمية صوف أكتر من اللي بتطلعه استراليا. وفي حيوانات تانية بتعتبر مصدر للحوم غير الأبقار والأغنام، الجاموس والإبل والماعز والخنازير والرنة. ودولة الصين تعتبر أولى دول العالم في إنتاج الأغنام اللي هي الخرفان، وبرضو عندها كمية كبيرة من إنتاج وتربية الخنازير. نيجي لأهمية المنتجات الحيوانية. احنا عرفنا ايه هي المنتجات الحيوانية. في عندنا اللحوم الحمراء، وده منتج حيواني رئيسي. وعندنا الألبان، ودي تعتبر تاني منتج حيواني رئيسي بعد اللحوم الحمراء. وعندنا الأصواف، وبيعتبر صوف الأغنام ده مادة خام أساسي لصناعة نسيج الصوف. طيب أهم الدول المنتجة بقى للحوم الحمراء على الترتيب الصين، وبعد كده الولايات المتحدة الأمريكية. أما الألبان الهند والولايات المتحدة الأمريكية برضو. الأصواف متركزة في استراليا، والوجود أغنام المارينو الشهيرة بغزارة الصوف. يعني استراليا بتربي أغنام مشهورة إن الصوف بتاعها غزير تقيل يعني كتير. ودولة الصين. يبقى لما تيجي تمسك الإنتاج الحيواني، أنا يا ولاد بعيد معاكم تاني على أساس نبقى تطلع إن شاء الله من الفيديو حافظ كمان الدول اللي بتنتج الحيوان في العالم. يبقى عندي اللحوم الحمراء الصين والولايات المتحدة الأمريكية، الألبان الهند والولايات المتحدة الأمريكية، الأصواف استراليا والصين. ولكن هنا في نقطة، استراليا بتشتهر بأغنام المارينو اللي هي الشهيرة بغزارة الصوف. برضو من ضمن أهمية الإنتاج الحيواني الجلود، ده رابع حاجة. الجلود دي طبعا بتقوم عليها صناعة دبغ الجلود، وبتصنعها في شكل منتجات جلدية متعددة زي الحذاء، زي الشنط. تاني نوع من الإنتاج الحيواني اللي هو الدواجن، عشان برضو بتساهم في إن هي بتوفر اللحوم والبيض عشان تسد احتياجات السكان العالم من الغذاء. يعني مش اللحوم الحمراء بس، لا ده كمان عندنا واحنا بنسميها حتى اللحوم البيضاء اللي هي الدواجن. بيبقى بتوفر لي الدواجن اللحوم والبيض. الدول بقى أهم الدول المنتجة للدواجن هي الولايات المتحدة الأمريكية، دي أولى دول العالم إنتاجا. تاني دولة اللي هي الصين. بعد كده هناخد الأسماك، ودي تعتبر برضو من ضمن الإنتاج الحيواني اللي هي الأسماك، ودي آخر نوع. قال لي الأسماك ديت برضو بتمثل غذاء رئيسي لسكان العالم، خاصة في المناطق الساحلية على البحار والمحيطات. وعندي عوامل بتساعد على تطور حرفة الصيد وتربية الأسماك. عندي عوامل طبيعية وعوامل بشرية.
أول حاجة في العوامل الطبيعية ضحالة المياه الساحلية وغناها بالمواد الغذائية. معناها إيه؟ إن المياه ما تكونش عميقة قوي. إحنا يهمنا الجزء اللي من فوق من المياه اللي بيتعرض للشمس، فلما الشمس بتخترق هذا الجزء لغاية القاع ده بيساعد على نمو النبات، وده بيعتبر غذاء للأسماك. العامل التاني هو التقاء التيارات البحرية الدافئة مع الباردة، بيساعد على إنه يحرك الغذاء السمكي من القاع، بيخلّيه ييجي عند السطح، يعني التيارات دي لمّا بتيجي وتلتقي مع بعضها بتحرّك الغذاء اللي موجود في قاع البحر وتخلّيه يتجمّع فوق على السطح بتاع البحر، وبتبتدي تيجي الأسماك تتغذى عليه. العامل التالت هو توفير المواني لرسو سفن الصيد، لازم يكون عندي مينا السفينة أو المراكب ترسي عندها علشان تساعدهم على صيد الأسماك. في عندي النوع التاني اللي هو عوامل بشرية. عوامل بشرية يعني لازم أوفّر خبرات فنية وعلمية في صناعة المراكب، يكون عندي ناس بتصنع المراكب والسفن اللي هاستخدمها، دي تعتبر من أدوات الصيد برضه. والشباك كل ده يتعمل بطريقة علمية بتسهّل عملية الصيد. وتاني عامل من العوامل البشرية اللي هو التوسُّع في تربية الأسماك على أُسس علمية حديثة، لإن البحار والمحيطات ما نقدرش نعتمد عليها كليًا في توفير احتياجات السكان من الغذاء، عشان كده الإنسان عمل بحيرات اصطناعية بتساعد على توفير إنتاج من الأسماك لسد احتياجات الغذاء للإنسان بجانب الصيد من البحار والمحيطات. يبقى أنا عندي العوامل اللي بتساعد على تطور حرفة صيد وتربية الأسماك، في عوامل طبيعية وعوامل بشرية. نيجي بعد كده نشوف المناطق الصيد في الأسماك في العالم. يعني أكتر مناطق بيتركز فيها صيد الأسماك، هنلاقي عندنا في سواحل شمال غرب أوروبا، وفي سواحل أمريكا الجنوبية، وفي سواحل أمريكا الشمالية، وسواحل شرق وجنوب شرق آسيا، لأن العوامل الطبيعية والبشرية ساعدت على تطور حرفة الصيد، عشان كده انتشر في سواحل القارات اللي احنا قلناها، ودي تعتبر أشهر السواحل والشواطئ اللي هي مليانة سمك. الجزئية اللي بعد كده هنتكلم عن مصادر الإنتاج العالمي من الأسماك. يعني عايز يقول لي إنتاج العالم من الأسماك بيجي منين؟ أول حاجة نص إنتاج العالم بيجي من المياه المالحة والمحيطات والبحار، وتلت الإنتاج العالمي بيجي من مزارع تربية الأسماك. أما باقي الإنتاج بيجي من أسماك المياه العذبة اللي هي الأنهار والبحيرات العذبة. ومن أهم الدول المنتجة للأسماك هنلاقي إن الصين أولى دول العالم إنتاجًا للأسماك، ولو قلنا السبب في إنتاجها الكميات الضخمة من الأسماك دي بتنتج تلت الإنتاج العالمي، يعني أنت الصين لوحدها بتنتج تلت الإنتاج العالمي من الأسماك، وده بيرجع لسببين. السبب الأولاني إنها عندها مصائد على المحيط الهادي والأنهار والبحيرات، وعندها كمان مزارع تربية الأسماك، ودي تعتبر وممكن تقول عوامل طبيعية وعوامل بشرية لأنه يعتبروا العاملين متوفرين، وده ساعد على إن تكون الصين هي أولى دول العالم إنتاجًا للأسماك. أما الدولتين اللي بعديها هي دولة أندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية. دولت بيرجع برضو سبب إنتاجهم للأسماك، عندهم طول السواحل على البحار والمحيطات، عندهم تقدم في وسائل الصيد، والعاملين دول ساعدوا على إن هم يكونوا الدول التالية للصين في إنتاج الأسماك. ونجد كمان إن في أنواع غير الأسماك من الأحياء البحرية بجانب الأسماك بتستخدم برضو كغذاء للإنسان، زي القشريات والرخويات والحيتان. القشريات زي الجمبري،
والرخويات زي الصبيط، وبرضه الحيتان بنستفيد من لحومها والشحوم الموجودة فيها. وبكده يكون الدرس انتهى، وأتمنى من الله إني أكون قدرت أوصل لكم المعلومة بشكل بسيط وسهل، وربنا يوفقكم إن شاء الله. وشكرا على دعمكم ليا وللقناة، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق.